وده يا جماعة الممبار بعد ما استوى وحمرناه، بجد هتجربوه طعمه وهم. جربوا الطريقة دي وقولولي في الكومنتات رأيكم ايه، واعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض اول حاجة بخلطة المحشي اللي احنا عملناها مع بعض. هنعمل الممبار ده متنضف وانا نضفته تاني بالطحينة. بحط عليه طحينة واغسله كويس جدا، وبعدين بنزل المية اللي فيها الطحينة، وبعدين اعصر عليه ليمون، وبعدين اغسله بالمية كويس جدا بعد الليمون. دلوقتي هنحشي مع بعض الممبار ونشوف بيتحشي ازاي. بنفتح بصوابعنا الاتنين ونفضل نحط رز وننزل. بنفضل نحط رز كويس، بس يا ريت ما نملاش الممبرايه جامد عشان في السوا ما تفرقعش مننا لا قدر الله. بس ونحطها طبق. وده شكل الممبار بعد ما حشيناه. وفي حلة على النار حطيت فيها بعد ما المية غليت حطيت ورق لورا وفلفل اسود وتوابل بتاعتي واربع مكعبات مرقة. دلوقتي هبدأ انزل بالممبار. بيفضل يستوي والمية تغلي. بعد ما المية تغلي شوية بنهدي عليه. وده يا جماعة الممبار بعد ما استوى وحمرناه، بجد هتجربوه طعمه وهم. جربوا الطريقة دي وقولولي في الكومنتات رأيكم ايه، واعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.